معادلة الخط المستقيم عاملة شبه أي معادلة يا شباب احنا خدناها قبل كده. عشان تجيب معادلة أي شيء، عشان تجيب معادلة أي شيء لازم لك حاجتين. لازم لك أول حاجة يكون معاك نقطة، نقطة تمام تنتمي للمستقيم، يعني نقطة تقع عليه. تمام. وتاني حاجة محتاجينها حاجة اسمها متجه اتجاه، عشان يقول لي المستقيم دوت جاي منين ورايح فين. تمام. يعني هو باصص يمين، باصص شمال، باصص فوق، باصص تحت. مين اللي هيقول لي الكلام دوت؟ متجه الاتجاه بتاعه. النقطة اللي بتنتمي للمستقيم بنسميها عندنا مين؟ بنسميها عندنا ده المتجه. دي النقطة اللي بتنتمي للمستقيم. طب متجه الاتجاه بنسميه عندنا متجه. م. يبقى احنا دلوقتي يا شباب عرفنا ان المستقيم عشان اجيب المعادلة بتاعته لازم لي حاجتين مهمين جدا. نقطة تنتمي للمستقيم، وحاجة تانية اللي هو متجه الاتجاه بتاعه اللي هو اسمه د تمام كده. قال لك الصورة العامة لمعادلة المستقيم، الصورة العامة، الصورة العامة هي عبارة عن ايه يا شباب؟ ان عبارة عن مين؟ عبارة عن د زائد الكاف في ه. مين بقى الكاف والهه والره؟ الره ديت يا شباب هي اي نقطة، اي نقطة تنتمي للمستقيم. اي نقطة، نقطة بشكل عام، س وصاد وعين، يعني ما اعرفهاش، نقطة تنتمي للمستقيم وانا ما اعرفهاش. تمام. الدال هي ايه؟ هي النقطة اللي تنتمي للمستقيم، انا قايل لك عليها فوق صح؟ نقطة الراجل بيكون مديها لي، نقطة تنتمي للمستقيم. ماشي؟ تنتمي للمستقيم. ماشي؟ الكاف دوت بنسميه عندنا باراميتر، باراميتر. ودوت بيكون رقم شبه اي رقم، بس احنا يعني ايه هو مدلوله في المسألة؟ لو انا حطيت الكاف بواحد غير لو انا حطيتها باتنين غير لو انا حطيتها بتلاتة. كل ما بغير قيمة الكاف كل ما النقطة بتاعتي بتتغير. النقطة، موضع النقطة على المستقيم بيبدأ يتغير. ها، حد فاهم حاجة؟ مم. يبقى باراميتر دوت انا طبعا بيكون عندي مستقيم حاجه كده بالشكل ده يا شباب. كل ما انا بغير قيمه الكاف، احط مثلا الكاف مره بواحد، مره بسالب، مره بموجب، مره بخمسه، كل ما موضع النقطه بيتغير. التنها تتغير من هنا لهنا على حسب عدد الكاف، يعني على حسب الكاف ده بكام. تمام. وقلنا ان الهي دوت اللي هو مين؟ متجه الاتجاه. متجه الاتجاه. ايه حوار متجه الاتجاه دوت؟ هو عباره عن متجه في نفس اتجاه، ماشي في نفس اتجاه المستقيم، ماشي في نفس الاتجاه بتاع المستقيم. يعني لو المستقيم ده ماشي في الاتجاه ده كده، هتلاقي ان هي ماشي في الاتجاه ده كده، ماشي معاه في نفس الاتجاه. ماشي يا شباب. يبقى الصورة العامة بتتكون من ايه؟ لازم تكون حافظها صم دي. ان ر تساوي د زائد مين؟ زائد الكف في اله. مين الر ديت اي نقطة تنتمي على المستقيم بشكل عام، فممكن اسميها، س وصاد وعين. نقطة انا معرفهاش، س وصاد وعين، س وصاد وعين. طب الدال ديت هي نقطة أنا بكون عارفها، نقطة أنا عارف الإحداثيات بتاعتها، فبسميها س واحد وصاد واحد وعين واحد، اللي هو مثلا اتنين وتلاتة وخمسة زي ما يكون مديك في المسألة. زائد الكاف والهي بنسميه ألف وب وج. والهي بنسميها إيه يا شباب؟ ألف وب وج. اللي هو مين الألف وب وج ديت؟ إحداثيات متجه الاتجاه بتاع المسألة بتاعتي. مين مش فاهم عشان أرجع أعيد؟ ارفع إيدك لو أنت مش عارف حاجة. يبقى إحنا عندنا الر تساوي الدال زائد الكاف في الهي. الر قلنا هي اي نقطه فبنسميها س وصاد وعين. ما نعرفش هي مين، نقطه بشكل عام توجد على المستقيم بس انا مش عارف هي مين بالظبط، فبتبقى بصوره بشكل عام. طب الدال قلنا هي نقطه تنتمي للمستقيم وانا بكون عارفها، س وصاد وعين، مثلا واحد واثنين وثلاثه. زائد الكاف اللي هي دوت اللي هو بيكون متجه الاتجاه، اللي هو بيكون اسمه الف وب وج. تمام كده يا شباب. من هنا كده كده انا جبت الصوره العامه. اعرف اجيب الصوره البارامتريه. الصوره البارامتريه يا شباب بجيبها ازاي؟ بجيبها عن طريق اللي انا بجمع دول وبساوي السين بالسين
والصاد بالصاد والعين بالعين. يعني انت مثلا لو انت جيت تجيب لي السين هنا بتساوي كام، السين هنا بتساوي كام، هتلاقي عباره عن س واحد زائد الكاف في الالف، صح؟ طب لو عايز اجيب الصاد يا شباب هعمل ايه؟ هتبقى صاد واحد زائد الكاف في الب، صح؟ طب العين يا شباب هتبقى عباره عن عين واحد زائد الكاف في الجيم، صح كده؟ حد مش فاهم انا جبت الصوره البارامتريه ازاي؟ عملت ايه؟ سويت السين بالسين والصاد بالصاد والعين بالعين، شبه اي مساله انت اشتغلتها قبل كده في الهندسه الفراغيه. ماشي؟ دي كده بنسميها عندنا يا شباب الصوره البارامتريه، الصوره البارامتريه. طب ليه سميناها صوره بارامتريه؟ عشان يوجد فيها الكاف اللي هو البارامتر بتاعها. تمام. عايزين الصوره الثالثه وهي الصوره مين؟ الصوره بنسميها الصوره الكارتيزيه، او بنسميها الصوره اللي هي يا شباب تاني، اه، او الاحداثيه، او الصوره الاحداثيه. ماشي. مم. انا عايز اسال دلوقتي حاجه للناس كلها. دلوقتي لو انا عايز اجيب من المعادله اللي فوق ديت، عايز اجيب قيمه الكاف بكام، هعمل ايه؟ لو انا عايز اعرف اجيب الكاف بكام من المعادله الاولانيه دي، هعمل ايه؟ مش انا هنقل السين واحد واطرحها من السين وبعد كده اقسم على الالف، صح ولا ايه؟ عملت ايه؟ نقلت السين واحد طرحتها من السين وبعد كده قسمت على الالف. طب ايوه لو صح. عايز، لو عاوز اجيب اقول تاني ولا قلت له ايه؟ لا مفهوم، هو ده مفهوم. تمام. طب لو عايز اجيب الكاف من المعادله التانيه دي، مش هي هتكون صاد لما نقص منها صاد النقطه على الب؟ طب لو انا عاوز اجيب الكاف من المعادله الثالثه، مش هي هتكون عين ناقص عين النقطه على جيم؟ طب مش انا عايز اسالك سؤال، مش الكاف هنا هي الكاف هنا هي الكاف هنا؟ هتقول لي اه. هقول لك خلاص، ما انت ممكن تساوي لي الثلاثه دول ببعض، فتبقى س ناقص س النقطه على الف تساوي صاد ناقص صاد النقطه على الف، على ب قصدي، تساوي عين ناقص عين النقطه على مين؟ على جيم. وانت تكون عارف ان الثلاثه دول كده بيساووا في الاخر مين؟ بيساوي في الاخر كاف. ها، الناس اللي مش فاهمه تقول، عشان الكلام ده كده انا يعتبر خلصت الدرس ده كده، الدرس بتاعنا نبدا ناخد الافكار بتاعتنا. احنا عندنا ثلاث صور يا شباب، الصوره العامه اللي انت تقول لي ر تساوي د زائد الكف اله. طب الصوره البارامتريه بقول ان س تساوي س واحد زائد الكف الالف، الصاد تساوي صاد واحد زائد الكف الب، العين تساوي العين واحد زائد الكف الجيم. طب الصوره الاحداثيه او الكارتيزيه بقول س ناقص س النقطة على ألف تساوي ص ناقص ص النقطة على ب تساوي عين ناقص عين النقطة على ج، ده كله كده في الآخر بيساوي الجيم يا شباب. مين مش فاهمني؟ هم؟ مفهوم يا هندسة. تمام. ناخد مسألة عشان نفهم الكلام دوت، أو نطلع الصورة الإحداثية والصورة الكارتيزية والصورة العامة، ونطلع كل الصور بتاعتنا من المسألة دي. الراجل قال لك عندي مستقيم، ماشي، يمر يمر بالنقطة اللي اسمها 2 و3 و5، و النقطة أو المتجه 4 و2 و3 متجه اتجاه له. الراجل هنا يا شباب مديني إيه وعايز إيه؟ الراجل هنا مديني مستقيم يمر، تبقى دي النقطة اللي اسمها مين؟ د، صح؟ ما هو بيمر، احنا قلنا ديت هي نقطة تقع على المستقيم، ما دام هو بيمر بيها يبقى أكيد تقع عليه. ومين متجه اتجاه له؟ ال4 و2 و3، يبقى ده كده بالنسبة لي اله. ممكن تكتب لي الصورة العامة؟ الصورة العامة عبارة عن ر كانت بتساوي الدال زائد مين؟ زائد الكاف في اله، صح كده يا شباب؟ مش دي كده كانت الصورة العامة بتاعتي؟ اه. ابدأ بقى شيل لي الدال واله وحط لي القيمة بتاعتها.
يبقى ر عباره عن الدال اللي هي مين؟ 2 و3 و5 صح كده، زائد الكاف في مين؟ في اله اللي هي 4 و2 و3. ماشي كده يا شباب، دي كده الصوره العامه بتاعتنا، الصوره العامه. طب انا عاوز اجيب الصوره القرطيزيه، او قصدي الصوره البارامتريه، هعمل ايه؟ هقول ان س تساوي س النقطه زائد كاف الالف صح، يبقى 2 زائد 4 كاف. طب ممكن تجيب لي الصاد، هتقول لي هي عباره عن 3 زائد 2 كاف. طب ممكن تجيب لي العين، هتقول لي هي 5 زائد 3 كاف. صح كده يا شباب؟ كده احنا جبنا مين؟ الصوره البارامتريه. صح كده يا شباب؟ هم، الناس اللي مش فاهمه. الناس اللي مش فاهمه. دي كده الصوره البارامتريه. عايز اجيب الصوره الجديده بقى، مين بقى؟ اللي هي الصوره الاحداثيه صح، او الصوره القرطيزيه، هما الاثنين نفس الحاجه. بقول ان هي س ناقص س النقطه، س النقطه هنا باتنين صح، على الالف، فين الالف اللي هو 4 صح، تساوي صاد ناقص صاد النقطه اللي هي 3 على مين؟ على الب اللي هي باتنين، تساوي عين ناقص عين النقطه على مين؟ على ج. ودوت كله كده في النهايه بيساوي مين؟ كاف. كده يا شباب انا خلصت المساله بتاعتي، يبقى انا كده جبت له الصوره العامه والبارامتريه، وجبت له الصوره الاحداثيه كمان. مم. شباب. تمام يا هندسة. تمام قوي. كده احنا اتعلمنا ازاي نجيب الصوره الاحداثيه والصوره البارامتريه والصوره العامه للمساله بتاعتنا. الراجل بقى بيجي في الامتحان يجيبها لك بشكل عكسي. يعني إيه يجيبها لك بشكل عكسي؟ يجيب لك ديت مثلا، يجيب لك الصوره اللي قدامك دي اللي هي س ناقص 2 على الاربعه ومش عارف ايه ايه، ويقول لك هوجد النقطه واوجد واوجد متجه الاتجاه. من الشكل اللي قدامك دوت، انا اول حاجه لازم اتاكد منها يا شباب، اول حاجه لازم اتاكد منها ان معامل السين والصاد والعين موجب واحد. لازم أنا اتاكد ان هم موجب واحد، المعاملات بتاعتهم موجب واحد. لو انا اتاكدت ان المعاملات بتاعتهم موجب واحد، هيبقى النقطه اللي تنتمي، النقطه هتكون مين؟ هتكون سالب الرقم اللي جنب السين اللي هو 2، وسالب الرقم اللي جوه اللي جنب الصاد اللي هو 3، وسالب الرقم اللي جنب العين اللي هو الخمسة. طب ومتجه الاتجاه اللي احنا بنسميه عندنا اهي، هيكون مين؟ هيكون 4 و2 و3، الرقم اللي تحت السين والرقم اللي تحت الصاد والرقم اللي تحت العين. ها، عشان هو ساعات بيعمل كده وساعات بيعمل كده، ساعات يجيب لك الصوره يقول لك هات لي النقطه، هات لي متجه الاتجاه. انت فاهم؟ يجيب لك بشكل عكسي يعني. يبقى ايه شروطك؟ شروطي ان لازما يكون السين والصاد والعين معاملاتهم موجب واحد، وبعد كده اعرف اجيب النقطه ومتجه الاتجاه زي ما انا وريتك كده. مم. تمام. تعال ناخد بقى الافكار بتاعت مين؟ بتاعت متجه الاتجاه. كده احنا الحمد لله عرفنا نكون المعادله بتاعتنا. تعال نجيب بقى افكار متجه الاتجاه. افكار متجه الاتجاه اللي هو مين؟ اللي احنا بنسميه عندنا هي الافكار بتاعت المعلم دوت. اول فكره عندنا اللي هو يديك نقطتين، يعني مستقيم يمر بنقطتين. مم. مستقيم يمر بنقطتين. لو انا عاوز اجيب ه، بقول هو النقطه الثانيه ها ناقص النقطه الاولى.
عاوز مثال على الكلام ده، هقول لك والله اوجد الصور المختلفة للمعادلات لمستقيم يمر بايه؟ يمر باتنين وتلاتة واربعة وسالب خمسة وتسعة واتناشر مثلا. ها الراجل هنا عامل معاك الصح ليه؟ مديك نقطتين مش مديك نقطة واحدة، يعني مديك نقطتين ينتموا للمستقيم، ما هو بيمر بيهم، يبقى هما الاتنين موجودين على المستقيم، يبقى الراجل كده احنا الحمد لله حلينا مشكلة الدال ممكن اخد اي نقطة فيهم مش هتفرق. طب انا عاوز اجيب اله، الراجل مش مديني ه، هروح اجيب متجه الاتجاه اللي هو اسمه ايه، اللي هو عبارة عن ايه يا شباب؟ اللي هو النقطة التانية، النقطة التانية ناقص مين؟ ناقص النقطة الأولى، صح كده؟ يبقى سالب سبعة وستة وتمانية. كده أنا جبت مين اهي. خلاص أنا معايا اهي ومعايا نقطتين بيمر بيهم، عايز أجيب من الصورة العامة، حتى هجيب الصورة العامة تبقى عبارة عن مين؟ هتبقى عبارة عن د زائد الكف ه، صح كده؟ فين الدال؟ معاك اتنين دال اهو، ده دال ينفع وده دال ينفع عادي مش هتفرق. أنا هاخد يا عم الأول مثلا اتنين وتلاتة وأربعة زائد الكاف وهضربها في اله اللي انا لسه جايبها اللي هي سالب سبعة وستة وتمانية. ها يا شباب؟ مفهوم يا هندسة. يبقى اول خطوة ساعات بيلعب عليك فيها في الامتحان، اول فكرة اللي هو يجيب لك مين؟ يجيب لك مستقيم يمر بنقطتين وما يدكش متجه الاتجاه. اجيب متجه الاتجاه ازاي؟ اطرح النقطة التانية من النقطة الاولى. ماشي؟ تمام. تاني فكرة يا شباب، تاني فكرة ان هو يقول لك ان مستقيم يوازي مستقيم تاني. يعني قال لك انا عندي مستقيم بيوازي مستقيم، انا قلت لك دلوقتي ان المستقيم دوت يوازي المستقيم ده، مش متجه الاتجاه بتاعهم واحد، مش انا قلنا كلمه متجه اتجاه معناه انا بشوف المستقيم بتاعي رايح فين، انما ما يهمنيش قيمته بكام، القيمه بتاعته ما تهمنيش، امال يهمني مين؟ يهمني هو الاتجاه بتاعه رايح فين. فلو قال لك مستقيم يوازي مستقيم، ممكن اخد متجه الاتجاه بتاع التاني استخدمه في اللي انا اجيب معادله الاول. يعني ايه مثلا؟ قال لك ان المستقيم لام اللي هو عباره عن 3 و4 و7 زائد الكاف في 1 و2 و3 يوازي ها المستقيم المار بالنقطة اللي اسمها 2 و7 و5 وموازي له. ها ده مستقيم، وقال لك ان في مستقيم تاني بيوازيه وبيمر بالنقطة دي، عايز معادلة المستقيم التاني هتبقى عبارة عن ايه؟ معادلة المستقيم التاني هتكون النقطة اللي هو بيمر بيها، ماشي، زائد كاف في متجه الاتجاه بتاع مين؟ بتاع المستقيم الاول. هو ما بغيرش في حاجه ليه؟ وانا قلت لك كلمه متجه اتجاه معناهم ان ايه؟ هو انديكيشن او معيار ان هما الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه، فقيمته مش هتفرق معايا، اللي يفرق معايا اتجاهه. فهاخد متجه الاتجاه من التاني احطه في الاول عادي، مش هيحصل اي مشكله. يعني هما لازم يكونوا متوازيين في نفس الاتجاه؟ ما هو ما انا مش، ما انت عارف هو المستقيم اصلا ليه بدايه وليه نهايه؟ لا. لا. بس انا بعمل انديكيشن بيه اللي هو مش رايح فين، اللي هو مايل بزاويه قد ايه، بمعنى اصح خلينا نتكلم بشكل ادق، هو مايل بزاويه قد ايه. فالمتجه الاتجاه ده بيقول لك هو مايل بزاويه قد ايه على المحاور الثلاثه. فكلمه موازي ليه يبقى هو برضو عامل نفس الثلاث زوايا مع الثلاث محاور، يبقى ليه نفس اله. مم. مين مش فاهم؟ دي افكار يا شباب بتيجي في الامتحان، مش جايبها من عندي. انت طب انا هقنعك دلوقتي، هقنعك. فاكر زمان لما كان يجي يقول لك مستقيمين موازيين لبعض كنت تقول لي ان ميل الاول يساوي ميل الثاني؟ أيوة. هي نفس الفكره بالظبط يا عم. لو قلت لك ان في مستقيم يوازي مستقيم يبقى هما الاثنين ليهم نفس متجه الاتجاه. أيوة. وضحت كده يا شباب؟ ماشي.
طب لو راجل جاب لك الفكرة الثالثة، ان المستقيم بتاعك يكون موازي لمحور، موازي لأي محور. ها، لو الراجل مثلا قال لك هو بيوازي محور س، يبقى متجه الاتجاه بتاعه كام؟ اي حاجة وصفر وصفر. ممكن انت تحط الالف ده بأي رقم انت عايزه، ما هو ما فرضش عليك يعني. ها، يبقى اللي انا كتبته دوت اللي هو مين؟ اللي هو متجه الاتجاه يعني. يبقى لو كان المستقيم بتاعي بيوازي محور س، يبقى هو اكيد ليه نفس الاتجاه بتاع محور س. يبقى ياخد اله يبقى 1 وصفر وصفر، 2 وصفر وصفر، 3 وصفر وصفر، اي حاجه وصفر وصفر. مم. طب لو كان بيوازي محور ص، يبقى اله صفر بتاعنا يبقى صفر واي حاجه وصفر. طب لو كان بيوازي محور عين، يبقى اله معانا بكام؟ صفر وصفر وعين. ماشي، او جيم، اي حاجه يعني مش تفرق، اي رقم يعني، صفر وصفر واي رقم. ماشي يا شباب. يبقى مثلا لو راجل سألك قال لك متجه عايز معادلة المستقيم المر بالنقطة 3 و4، عايز، ما هو سؤال اهو، معادلة المستقيم المر بالنقطة 2 و3 و4 وموازي لمحور ايه؟ لمحور. هل هنا الراجل اداك متجه الاتجاه اه اللي هو ايه؟ اللي هو موازي لمحور السين. يبقى انا كده عرفت ان متجه الاتجاه بتاعنا هو مين؟ اي حاجه وصفر وصفر. انا مثلا هختارها واحد وصفر وصفر، انت اخترتها اتنين وصفر وصفر، مش هتفرق معايا في اي حاجه. تمام. تمام. يبقى المعادله بتاعتي عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن 2 و3 و4 زائد مين؟ الكاف في اله اللي هي واحد وصفر وصفر. دي كده الصوره العامه. طب ممكن تجيب لي الصوره البارامتريه؟ هقول لك ان السين بيساوي 2 زائد الكاف، الصاد بتساوي 3، العين بتساوي 4. اه صح؟ طب عايز اجيب الصوره الاحداثيه، هقول ان س ناقص س النقطة على واحد، والصاد بتلاتة. هنا بقى مش هينفع اساويها، الصاد تساوي تلاتة والعين تساوي أربعة. ليه؟ عشان لو انا قلت صاد ناقص صاد النقطة هلاقيني بقسم على صفر. خدت بالك؟ ما ايوه ينفعش اقسم على صفر، عشان كده بنطلعهم بره، ما بنخليهمش يساووا بعض، بنقول خلاص يبقى الصاد بتلاتة والعين بأربعة. أيوة. يا شباب. تمام، دي كده فكرة تانية يا شباب، اللي هو ايه؟ لو انا كنت بوازي محور. طب الفكرة اللي بعد منها، لو انا بوازي مستوى، لو انا بكون موازي لاي مستوى. لو انا مثلا قلت لك انا بوازي المستوى س ص، يبقى الهي بتاعنا هحط السين باي رقم والصاد باي رقم والعين لازم أنا احطها بزيرو. صح؟ صح طب لو كنت انا موازي للسين عين، يبقى احط السين باي رقم والعين باي رقم، والصاد هي اللي تكون بصفر، وليكن مثلا الف وج. طب لو كنت انا موازي للصاد عين، يبقى احط السين بصفر والصاد والعين باي ارقام، واحد وواحد، اتنين واتنين، زي ما اللي يجي في دماغك حطه. ماشي؟ تمام. تمام أوي. ده لو كان يعني موازي لمحور مين؟ لمحور السينات. طب لو الراجل جاب لك مسألة وقال لك هي عبارة عن ايه؟ وقال لك ان مستقيم يمر بنقطة الأصل ونسب الاتجاه له 2 وسالب 1 و7. كلمة نسب الاتجاه دي يا شباب اللي هي متجه الوحدة، متجه الاتجاه بتاعه. فاهم ازاي؟ واحنا بنحل دلوقتي هبقى اوريها لك برضه.
النقطة صفر وصفر وصفر. يبقى صفر وصفر وصفر زائد الكاف في 2 وسالب 1 و7. كده انت جبت الصورة العامة، وتعرف تجيب منها الصورة الإحداثية والصورة الكارتيزية كمان، والصورة البارامترية. ماشي. طب احنا عايزين نعمل ايه يا شباب؟ يبقى احنا كده الحمد لله خدنا كل الافكار بتاعه متجه الاتجاه. كده لو جاب لك اي حاجه في الامتحان انت ان شاء الله سداد يعني. في حته متجه الاتجاه احنا خدنا ايه يا شباب لحد دلوقتي؟ خدنا 4 افكار. قلنا اول فكره اللي هو يقول لي مستقيم يمر بنقطتين. عشان اجيب متجه الاتجاه هعمل ايه؟ هطرح الثانيه ناقص الاولى. الفكره الثانيه اللي هو يجي يقول لي ان المستقيم دوت يوازي المستقيم ده، يبقى هما الاثنين ليهم نفس متجه الاتجاه. طب الفكره الثالثه ان يجي يقول لك هو بيوازي مستقيم، قصدي بيوازي محور او بيوازي مستوى. واضح كده يا شباب؟ اه. طب انا عايز بقى احل معاك شويه اسئله كده. الراجل قال لك انا عاوز اوجد وهنحل بقى السؤال دوت كامل معاكم كده، واتمنى الناس تركز معايا في الحل وتحاول تتعلم مني عشان ما تغلطش في حاجات هايفه. انا اوجد الصور المختلفه لمعادله المستقيم المر بمين بقى؟ المر ب سالب 2 و1 و3، ويصنع ها زوايا متساوية مع محاور الإحداثيات. ماشي. ويصنع زوايا متساوية مع الإحداثيات، مع محاور الإحداثيات. كلمة يصنع زوايا متساوية ديت مش غريبة عليك، أنت خدتها في الوحدة الأولى. قلنا لو أنا بصنع زوايا متساوية، يبقى الجاتا سيتا س تساوي الجاتا سيتا ص تساوي الجاتا سيتا ع، صح؟ يعني أنا لو جيت طبقت في القانون دوت إن هو جاتا سيتا س تساوي جاتا سيتا ع تساوي جاتا سيتا صاد، او خليها سيتا صاد سيتا عين، سيتا صاد سيتا عين. الكلام دوت هيساوي مين؟ هيساوي مثلا جاتا سيتا، اللي هم يعني لهم نفس الايه؟ ليهم نفس الجاتا. مش احنا كان عندنا قانون بيقول لك ان الجاتا تربيع زائد جاتا تربيع زائد جاتا تربيع بواحد، صح؟ أيوة. طب هما الثلاثه دلوقتي متساويين، يعني 3 من الجاتا تربيع سيتا بكام؟ واحد. واحد، عشان هما الثلاثه متساويين. طب تعرف تجيب لي الجاتا سيتا بكام؟ هتقول لي اه ان الجاتا سيتا 1 على جذر 3، صح؟ صح. من هنا كده انت جبت لي الهاء اصبحت 1 على جذر 3 و1 على جذر 3 و1 على جذر 3. ماشي يا شباب؟ تمام. خلاص انا جبت الهاء والراجل مديني الايه؟ النقطة اللي بيمر بيها. اقدر احل بمين بقى؟ اجيب الصور المختلفة، صح؟ تعال نجيب كده أيوة. الصورة العامة مع بعض. الصورة العامة ان الر تساوي الدال زائد الكاف في الهاء. الدال اللي هي بكام؟ الدال اللي الراجل مدالي سالب 2 و1 و3 زائد الكاف في الهاء اللي انا لسه جايبها اللي هي كام؟ 1 على جذر 3 1 على جذر 3 1 على جذر 3. صح كده؟ تعرف تجيب لي الصورة البارامترية؟ هقول لك اه ان س تساوي سالب 2 زائد ك على جذر 3، والصاد تساوي 1 زائد الكاف على جذر 3، صح؟ والعين تساوي 3 زائد الكاف على جذر 3، صح كده؟ طب تعرف تجيب لي الصورة الإحداثية؟ هقول لك اه س ناقص س النقطة أصلا بسالب 2، سالب في سالب بموجب، على مين؟ على 1 على جذر 3، صح؟ تساوي صاد ناقص صاد النقطة على 1 على جذر 3 تساوي عين ناقص كده. الراجل عايز الصور المختلفة
للمستقيم الذي معادلته 3 س تساوي 4 ص تساوي سالب ع زائد 1 على 5. شايف الشكل عامل ازاي؟ أيوة. انا عشان ابدا احل المساله ديت انا هساويها كلها بكاف يا شباب. هاخد الاول اساويه بالكاف، يبقى 3 س تساوي كاف، ومنها ان الس بكام؟ كام على كاف على 3؟ 3. تمام. هساوي الأربعة ص بكاف، يبقى الصاد على الأربعة. هساوي السالب ع زائد الواحد على 5 بكاف. ها، يبقى سالب ع زائد الواحد ب5 كاف، يبقى العين بكام؟ بواحد ناقص 5 كاف. صح كده يا شباب؟ مظبوط أه. طب الراجل هنا كان مدينا ايه؟ الراجل كان مدينا الصورة الإحداثية، أنا رجعتها للصورة البارامترية صح؟ عشان أنا لما رجعتها للصورة البارامترية كده أعرف أجيب النقطة. مش في الصورة البارامترية كانت عبارة إن س بتساوي س النقطة زائد الكف الألف، يبقى س النقطة هنا مش موجودة يبقى بصفر. طب وصاد النقطة برضو بصفر. طب وعين النقطة بواحد صح؟ واحد. مم. دي كده النقطة. طب عايز أجيب متجه الاتجاه، مش هو كان الرقم اللي كان بيكون مضروب في الكف اللي هو 1 على 3 وواحد على 4 وسالب 5 دوت مين؟ دوت كده متجه الاتجاه. هم. مين مش فاهم يا تمام. شباب؟ هم. كمان مسألة. الراجل مثلا اداك المعادلة الكارتيزية، قال لك إن ص تساوي 5 و س ناقص 4 على الاتنين تساوي مين؟ 2 ع زائد الواحد على 6. صح كده؟ أنا أول حاجة ما دام الاتنين دول بيساووا بعض هساويهم بكاف، وأقول إن س ناقص 4 تساوي على الاتنين تساوي كاف، وأقول إن 2 ع زائد الواحد على 6 تساوي كاف، وأقول إن الصاد بتساوي 5 زائد الصفر في كاف. حد عنده مشكلة؟ من هنا كده اعرف اجيب السين بكام؟ هتبقى عباره عن 4 زائد 2 كاف. من هنا كده اعرف اجيب العين بكام؟ هتبقى عين تساوي كام؟ 1 على الاتنين سالب 1 على الاتنين زائد 3 كاف. من هنا كده انا رجعتها من الصوره الاحداثيه للصوره البارامتريه اللي هي كانت قبل منها على طول، اعرف اجيب منها النقطه. هتبقى 4 و5 وبعد كده سالب نص، ما تتلخبطش بقى. أيوة. دي كده تمام. النقطه. طب عايز اجيب متجه الاتجاه، هتبقى 2 وصفر، ما تتلخبطش بقى، و3 السين، يعني تاخد السين وبعد كده الصاد وبعد كده العين. تمام. جميل. ده المتجه اللي هي نجم. واضح كده؟ حد فاهم حاجه؟ أه فاهم هندسة. كده يا شباب احنا خدنا الافكار الرئيسيه او الجزء الاول من الدرس بتاعنا. نيجي ناخد بقى الجزء الثاني من الحصه بتاعتنا، الا وهي اول عنوان فيها الزاويه بين مستقيمين في الفراغ. بالك كده اهو، زاويه بين مستقيمين فين؟ في الفراغ. حلو كده. كل امتحان بتيجي، كل امتحان بتيجي، وهتيجي السنه دي وهتيجي السنه الجايه وهتيجي في الدور الثاني وهتيجي في الدور الاول. كل امتحان بتيجي. طب هي صعبه؟ لا مش صعبه، ده هو قانون وبعوض فيه حرفيا. المقصود هنا يا شباب الزاويه ما بين المستقيم، لو انا مثلا مستقيم كده تقاطع مع المستقيم الثاني، الزاويه المقصوده هنا الزاويه اللي هي الحاده اللي ما بينهم، الزاويه الحاده، مش الزاويه الثانيه دي، مش دي. لا احنا بناخد على الزاويه الحاده ما بين المستقيمين. تمام. تمام. طب انا هسألك سؤال، مش عايز احفظك القانون، انا عايز اخليك انت يعني تجيبه من نفسك، عشان هو قانون معتمد على درس الضرب القياسي اللي انت خدته. فاكر لما انا كنت بقول لك ان الضرب القياسي لو انا عاوزت اجيب الزاويه ما بين اي حاجتين واي متجهين بستخدم الضرب القياسي؟ صح؟
كان الضرب القياسي بيقول لك ايه؟ لو انا عندي الف متجه ضرب قياسي ب متجه، كان عباره عن معيار الاول في معيار الثاني في جتا الزاويه اللي ما بينهم، صح؟ حلو. هنا جتا الزاويه اللي ما بينهم، لو انا عايز بقى اجيب الجتا كنت بعمل ايه؟ ضرب الاتجاهي على معيار الاول في معيار الثاني، صح؟ بس هناك احنا كنا بنتكلم على متجهات، هنا احنا بنتكلم على مين؟ على متجهات اتجاه. ازاي يعني؟ قال لك ان المستقيم الاول اكيد ليه واحد في اتجاهه، صح؟ والمستقيم الثاني ها اتنين. ليه اتنين. فيبقى القانون هنا عباره عن ايه؟ ان جتا سيتا هو عباره عن ه المستقيم الاول ضرب قياسي ه المستقيم الثاني على معيار ه واحد في معيار مين؟ تاني. ه 2. بس خلي بالك بحط المعيار الضرب القياسي بحطهم في مقياس عشان اتاكد دايما ان انا بجيب الزاويه الحاده اللي طالعه، لازم أن الضرب القياسي اخد القيمه الموجبه بتاعته، عشان هو ممكن يطلع سالب فيطلع لي الزاويه المنفرجه. تمام. لا احنا عايزين هنا نعمل ايه؟ عايزينه دايما يكون موجب عشان نطلع الزاويه الحاده اللي احنا بنتكلم عليها، فتبقى معيار الضرب القياسي على معيار الاول في معيار الثاني يديني جاتا سيتا، واجيب شيفت جاتا اطلع السيتا بتاعتي. تمام؟ وجاتا ماينس 1 لمين؟ لدوت كله هنا كده. ها كده انا خلصت. حد مش فاهم؟ ده قانون قديم يا شباب. هم، ده قانون قديم يا شباب. هنا مفهوم. هنا الراجل هنا جاب لك مثلا سؤال اهو هحله معاك برضو. طب ما تستنى كده ما نفتح الكتاب يعني بدل ما الواحد يعني. آه، مش ينزل عايزين ناس، عايزين الجبر. الكتاب افضل صح؟ فاضي يخلص، ما تنجز يا عم انت. 60 اهو جبنا على السؤال على طول اهو. مرزق. ماشي. الراجل عايز الزاويه اللي ما بين المستقيمين دول متشابهه. ماشي. مديك المستقيم الاول اهو مسموه لك لام واحد، والمستقيم الثاني ومسموه لك لام اتنين. انا لما اجي اجيب الزاويه بين مستقيمين اللي بيهمني مين؟ اله ايه. واحد واله اتنين. تعال نجيب اله واحد. اله واحد الحمد لله الراجل سالك ومديها لنا على طول، اللي هي مين؟ اللي هي جنب الكاف دي، صح؟ صح. طب اله اتنين، لا الراجل هنا لعب شويه لعب بقى. احنا قلنا عشان نتاكد ان احنا هناخد اله اتنين اللي هي الارقام اللي هي تحت ديت، لازم اتاكد من حاجه، ان السين شبه الصاد شبه العين معاملهم واحد موجب واحد يعني. فمن هنا كده اقدر اقول ايه؟ ان اله اتنين عباره عن اتنين وواحد واربعه. صح تمام. كده؟ مش ده اللي احنا قلناه؟ حلو. من هنا كده خلاص انا معايا اله واحد واله اتنين، راح اقعد في القانون. القانون بيقول ان جاتا سيتا هو عباره عن معيار اله واحد في اله اتنين ضرب قياسي على معيار الاول في معيار مين؟ معيار التاني. معيار الضرب القياسي هعمل ايه؟ هقول واحد في اتنين باتنين زائد اتنين في واحد باتنين زائد اربعة في خمسة بعشرين على معيار الأول اللي هو واحد زائد أربعة زائد خمسة وعشرين، صح؟ معيار التاني اللي هو أربعة زائد واحد زائد ستاشر. شفت كوزان على الآلة الحاسبة طلع الستة بكام يا شباب؟ تطلع بكام؟ ب 17 واحد. ودقيقة و26 ثانية. ماشي؟ مم. يا شباب مفهوم يا صعب هندسة. صعب الكلام ده ولا؟ فعلا.
طب بص كده المسألة اللي بعدها بيقول لك إذا كانت جيوب تمام الاتجاه جيوب تمام اتجاههما، هل احنا يفرق معانا هما جيوب تمام ولا متجه اتجاه؟ اهم حاجة اللي هو يكون متجه اتجاه. يبقى ده بالنسبة لي اله واحد وده بالنسبة لي اله اتنين، يكشي يكونوا قردين، المهم ان يكون القردين متجهين اتجاه. قال لك نسب اتجاه، قال لك مش عارف ايه، عارف ان هما ايه متجهين اتجاه، يبقى ده بالنسبة لي اله واحد وده بالنسبة لي اله اتنين. اروح اعوض في القانون بتاعي اطلع الزاوية بتاعتي. مين مش فاهم؟ لا سهل. سهلة والله سامع. سهل. سهل ايه مش فاهمها؟ مم. مش فاهم ايه بقى؟ لا التالتة دي. اقرا كده بيقول لك اذا كانت جيوب تمام اتجاههما، صح؟ مم. كلمة اتجاه ظهرت في الكلام اهو، يبقى ده كده متجه اتجاه. يبقى ده بالنسبة لي اله واحد وده بالنسبة لي اله اتنين. تمام. هستخدم القانون. لو انت جيت هنا على الحل اهو، قال لك يبقى دوت المتجه الاول ودوت المتجه الثاني. هستخدم القانون واطلع الجاتا سيتا واطلع السيتا بكام. سهل. تمام يا هندسة. تمام. هو معنى الجملة دي يعني إنه مثلا بيعمل زاوية كذا مع المحور س، احنا هنجيب الكوزين بتاعتنا فنطلع بكذا وكده. لا احنا بنجيب لا، اللي هو عامل زاوية قد ايه في الفراغ. السيتا ديت هو عامل زاويه قد ايه مع الفراغ، وغالبا بتكون متنسبه. قصدي غالبا. لا السيتا اللي احنا بنطلعها ديت ما بتكونش زاويه مع مع المحاور، ده بتكون زاويه ما بين المستقيمين. يعني ايه؟ أيوة. يعني انا مثلا عندي المستوى الثلاثي الابعاد اهو يا شباب، صح؟ انا عندي مستقيمين، مستقيم ماشي بالشكل دوت كده ومستقيم تاني كده قام جاي قام قاطعه، يبقى ده كده مستقيم اول ومستقيم تاني. السيتا اللي احنا بنطلعها ما بنجيبهاش مع اي محور، ده احنا بنجيب الزاويه اللي ما بينهم، تمام. الزاويه الحاده اللي ما بينهم. ملهاش دعوه دي بالمحاور بتاعتنا خالص. ماشي يا شباب. تمام. خش على اللي بعده. احنا كده خدنا مين؟ اللي هي المستقيمات، الزاويه بين المستقيمين. الحمد لله عرفنا القانون بنشتغل بيه. بعد كده عايزين نجيب مين؟ المستقيمين المتوازيين في الفراغ. ازاي احكم ان المستقيمين اللي عندي دول فعلا متوازيين؟ مش احنا لما احنا زمان كنا في المتجهات، لو انا كنت عايز اثبت ان المتجه الف يوازي المتجه ب، مش كنت باخد س الف على س ب، ولو طلعت هي صاد الف على صاد ب، ولو طلعت هي عين ألف على عين ب بتساوي رقم ثابت، يبقى إذا هما الاتنين متوازيين. أيوة. صح؟ مش احنا كنا خدنا القانون دوت في المتجهات، قلنا لو احنا عايزين نثبت ان متجهين متوازيين باخد السيني على السيني، لو طلع هو الصادي على الصادي، لو طلع هو العين على عيني، يديك نسبة ثابتة، يبقى هما الاتنين متوازيين. طب ما هنا نفس الكلام، مين في المتجه او مين في معادلة المستقيم اللي بنسميه عندنا متجه؟ مش هتلاقي نفسك بتقول متجه ديت الا في متجه اتجاه. أيوة. صح؟ يبقى انا هاخد متجه اتجاه الاول ومتجه اتجاه الثاني، واجيب السيني على السيني والصادي على الصادي والعين على العين، لو طلعت نسبه ثابته يبقى هما الاثنين متوازيين. اجيب مثال. تعال نجيب مثال. ماشي. ها. هنا الراجل بيقول لك اهو، بيقول لك انت عشان تتحقق ان فعلا في مستقيمين بيوازوا بعض، فانت مش هتعرف تتحقق الا لما يكون اله يوازي اله، عشان هم دول الحاجات اللي بتمثل لي متجهات في المستقيم. الدال هي نقطة والره برضه هي نقطة، امال مين المتجه الوحيد اللي في معادلة المستقيم؟ هو اله. أيوة. فعشان اثبت ان في مستقيمين اتنين بيوازوا بعض لازم اثبت ان اله واحد يوازي اله اتنين. طب انا ازاي اثبتها؟ انا قلت لك دلوقتي على رقم اتنين، صح؟ اللي هي لو السيني على السيني بيساوي الصاد على الصادي بيساوي العين على العيني، يبقى هم كده متوازيين. طب في حاجة تانية، ان ممكن اله واحد يكون مثلا اتنين في اله اتنين، تلاتة في اله اتنين، رقم في اله اتنين، يعني هما الاتنين ما بينهم نسبة. صح؟ أيوة. وكنا احنا قلنا معلومة كده، قلنا لو انا عندي في الضرب الاتجاهي لو انا عندي متجهين في نفس الاتجاه، يبقى الضرب الاتجاهي لهم بصفر عشان الزاوية ما بينهم بتكون صفر، وجا صفر بصفر، صح؟ أيوة. لو تفتكر. فانا دلوقتي لو انا برضو رحت جبت لهم الضرب الاتجاهي لازم يطلع بصفر، بس الخطوة ديت التلاتة
طويله، فاحنا بنستخدم 1 و2 بس يا شباب. اغلب شغلنا على 1 و2 بس، ما بنستخدمش بالضرب الاتجاهي هنا خالص. بس ديت معلومه لازم تكون عارفها. يبقى انا عشان احقق ان متجه يوازي متجه، احقق واحده من الثلاثه دول. اي واحده تيجي على دماغك حطها هتلاقيها بتحققها ان شاء الله. يعني مثلا تعال نشوف كده السؤال ده. الراجل بيقول لك اذا كان المستقيمين دول متوازيين، مستقيم لام واحد ولام اتنين هم اصلا متوازيين، ايه اللي انت استفدته؟ استفدت والله ان اله واحد هنا بكام؟ 2 و3 والف، صح؟ واله 2 أيوة. بكام؟ هتاكد اول ليه؟ حاجه، ما تسرع، لا ما تسرعش. أيوة، هتاكد ان مقياسها بواحد. السين، هتاكد ان السين والصاد والعين المعامل بتاعهم بموجب واحد. في الحاله ديت هاخد مين؟ هاخد المتجه الاتجاه الارقام اللي هي تحت دي، اللي هو ب و6 و2. فدام هم متوازيين يبقى اكيد السيني على السيني 2 على ب، هو الصادي على الصادي اللي هو 3 على 6، هو العيني على عيني اللي هو ألف على الاثنين. من هنا كده ممكن اخد النسبة ديت كده مع بعض، اطلع منها الب، يبقى 2 على ب تساوي 3 على 6، ومنها ان الب بكام؟ 12 على 3 اللي هي ب 4. 4. وممكن اخد نفس النسبة ديت، بس الالف على الاثنين اخدها مع الثلاثة على 6 عشان اطلع الالف، صح؟ يبقى 3 على 6 تساوي ألف على الاثنين، ومنها تكون الألف بكام يا شباب؟ بواحد. يبقى احنا كده استفدنا من التوازي، اللي انا الحمد لله عرفت اجيب المجاهيل اللي عندي. مين مش فاهم؟ خلي بالك، اقسم بالله كله مراجعه على اللي احنا خدناه في الوحده الاولى. انا مش شايف ان انا قلت معلومه جديده، ولا انتوا شايفين حاجه جديده، ولا انا مش شايف، ولا ايه؟ صح. تمام. دلوقتي هنتكلم عن المستقيمين المتعامدين في الفراغ. برضو يا شباب، برضو النقطة الوحيدة اللي أنا بتكلم فيها، مين اللي بنقول اسم متجه في معادلة المستقيم؟ متجه الاتجاه، صح؟ أيوة. أنا لو أنا عندي لام واحد وعندي لام اتنين وعايز أثبت إن هما الاتنين عموديين على بعض، يبقى أنا لو ضربت اله واحد ضرب قياسي مع اله اتنين وطلع بصفر، يبقى هما الاتنين متعامدين. تخيل كده إن دوت المستقيم الأول ودوت المستقيم الثاني. ده معناه ايه؟ معناه ان اله واحد ماشي في الاتجاه ده، صح؟ واله اتنين عمودي عليه، صح؟ ولو انا عندي اي متجهين عموديين على بعض، حاصل الضرب القياسي لهما بيكون بصفر. دي برضو معلومه من درس الضرب القياسي. أيوة. انا براجع معاك على الضرب القياسي اهو. تخيلتها يا شباب؟ اللي مش فاهم يرفع ايده. اللي مش فاهم يرفع ايده. قال لك بقى هنا في معلومه، كم معلومه كده لازم نقراهم مع بعض، اللي هم ايه؟ ان هو شويه من الملاحظات دمت. قال لك خلاص، لو انا عايز اثبت ان اللام واحد عمودي على اللام اتنين، هثبت ان حاصل الضرب القياسي للهيه واحد في الهيه اتنين بكام؟ بصفر. قال لك بقى في ملاحظات، قال لك ان المستقيمين المتوازيين بيجمعهم مستوى واحد. دي كده معلومات من اولى ثانوي يعني. اي مستقيمين متوازيين لازم أن يكونوا هما الاثنين موجودين في نفس المستوى. طب المستقيمين المتقاطعين برضو لازم أن يكونوا موجودين في مستوى واحد. يبقى أنا لو عندي مستقيمين متوازيين او مستقيمين متقاطعين، لازم أن هما الاثنين يكونوا في نفس المستوى. طب دلوقتي لو انا عندي مستقيمين متعامدين، ممكن يكونوا متقاطعين على التعامد. لو هما متقاطعين على التعامد يبقى يجمعهم مستوى واحد. وممكن يكونوا متخالفين. يعني ايه كلمة متخالفين؟ يعني هما الاتنين عموديين بس مش بيتقاطعوا في نقطة واحدة. هقول لك ازاي. شايف الأوضة اللي انت قاعد فيها؟ اه. بص على الزاوية والزاوية اللي في وشها. هتلاقي في زاوية اللي هو طول العمود اللي هو السقف يعني. دوت كده بالنسبة لك مستقيم. ده كده بالنسبة لك مستقيم. والمستقيم التاني هتلاقيه مثلا على الأرض ناحية اليمين. يعني المستقيم دوت على شمالك والتاني على يمينك على الأرض. لو انت تخيلتها هتلاقيهم هما الاتنين متعامدين بس ما بيتقطعوش، صح؟ أيوة. ولا هما بيتقاطعوا؟ ما بيتقاطعوش. كأنه فتبقى مربع مثلا.
طب اقول لا لك انا لا. هرسمها لك انا، اكنك عاملها ازاي، اكنك عاملها كده بالظبط عشان برضو الناس تفهم تسمعني وتفهمني. اكنك انت جايب لي مكعب كده بالظبط. أيوة بس ماشي. كده. مكعب اهو، في مكعب تاني كده. ماشي. تمام كده. اكني بقول لك قارني ما بين ده وما بين ده. هما الاثنين خلي بالك متعامدين، بس هما الاثنين مش متقاطعين، في الحاله ديت بنسميهم متخالفين. يبقى كلمه متخالفين معناها ايه يا شباب؟ ان هما الاثنين عموديين على بعض بس مش متقاطعين. تمام. مين مش هل هما فاهم؟ لازم يكونوا متفقين في نقطة ولا ممكن هو كده مثلا؟ كده اي مستقيمين بيتقاطعوا مع بعض لازم يتقاطعوا في نقطه. يعني قصدي مثلا لو يبقى مربع بس، الضلعين اللي هما بره دول هما يكونوا لو عموديين مربع على بس. لو مربع خط بس. مستقيم مثلا. دلوقتي لو هو مربع بس انا ما اقدرش، عشان هو كده كده اصلا المربع بيمثل لك مستوى واحد من غير ما انت تقول اي كلام، فما ينفعش هنا يكون في حاجتين متخالفين. تمام فهمت. تمام. فانا ما ينفعش احكم عليه في مربع، انا احكم عليه في مين؟ في مجسم ثلاثي الابعاد. اخد اي ضلعين متخالفين يعني هما الاثنين عموديين على بعض ولكن غير متقاطعين. تمام. تمام. يبقى احنا دلوقتي يا شباب نخش بقى في نقطة جريئة شوية، الا وهي نقطة التقاطع. لو انا عندي مستقيم ومستقيم تاني وهما الاثنين بيتقاطعوا في نقطة، ده معناه ايه؟ ان النقطة ديت تنتمي للمستقيم الاول وتنتمي للمستقيم الثاني. يعني بشكل ادق، النقطة ديت بتحقق معادلة المستقيم الأول وبتحقق معادلة المستقيم الثاني، صح؟ أيوة. ده معناه إيه يا شباب؟ معناه دلوقتي اللي أنا هعمل ثلاث علاقات. يعني مثلا لو أنا دلوقتي جبنا مسألة وطبقنا عليها الفكرة دي اللي هي بتاعت مين؟ تقاطع مستقيمين. فماشي؟ الراجل هنا بيقول لك اثبت لي إن المستقيمين دمت واللي قدامك دمت متعامدين وفي نفس الوقت متخالفين. يقصد ايه بكلمه والله كل امتحان بتيجي يقصد ايه بكلمه متخالفين؟ ان هما الاثنين مش متقاطعين. كلمه يعني مش في نقطة متخالفين واحدة. معناهم ان هما مش الاثنين مش متقاطعين في نقطه واحده. فانا اول حاجه هثبت له ان هما متعامدين. اثبت له ازاي ان هما متعامدين؟ اروح اجيب الهي واحد اللي الراجل اصلا ضرب. مديها لي اللي هي 4 وسالب 2 و2، واروح اجيب الهي 2 اللي هي عباره عن كام؟ سالب 6 و21 و33 اللي هي الارقام اللي جنب الكاف، صح؟ مم. هروح اعمل ايه دلوقتي؟ هروح اجيب الضرب القياسي لهما. 4 في سالب 6 بسالب 24، سالب 2 في 21 بسالب 42، 2 في 33 ب 66. هلاقي الناتج في الاخر بكام؟ بصفر. هتقول لي بما ان حاصل الضرب القياسي بصفر يبقى اللام واحد عمودي على اللام 2. كده احنا الحمد لله اثبتنا له ان هو متعامدين، ناقص ان انا اثبت له ان هم ايه؟ خلفية. متخالفين. ازاي اثبت ان هم الاثنين متخالفين؟ اثبت ان هم الاثنين مش ما بينهم نقطة تقاطع. اروح اثبت له ان هما الاثنين ما بينهمش نقطه تقاطع. فاروح قلنا ان نقطه التقاطع ديت بتمثل لي ايه؟ بتمثل لي نقطه ينفع تنحط في المستقيم الاول وينفع تتحط في المستقيم الثاني. تعالى مثلا كده نجيب النقطه اللي هي س وص وعين في المستقيم الاول. س وص وعين في المستقيم الاول هتكون عباره عن 1 زائد 4 كاف 1، صح؟ طب وصاد 2 ناقص 2 كاف 1. طب وعين تبقى ب 4 زائد 2 كاف 1، صح كده؟ أيوة. ولا الراجل اصلا مديني س وصاد وعين للمستقيم الثاني، فالمفروض لو هما الاثنين متقاطعين يبقى س واحد في المستقيم الاول هي س 2 في المستقيم الثاني. يعني انا ممكن اساوي الاثنين دول ببعض، صح؟ اساويها بواحد زائد 4 كاف 1، صح؟ آه. وممكن اساوي الصاد بالصاد، صح؟ 1 زائد 21 كاف 2 تساوي كام؟
2 ناقص 2 كاف واحد صح؟ وعين اللي هي 1 زائد 33 كاف 2 تساوي كام يا شباب؟ تساوي 4 زائد 2 كاف واحد. ومن هنا كده انا طلع لي 3 معادلات ممكن احلهم مع بعض. ممكن اخد اي معادلتين واحل، اجيب قيمه الكاف واحد واجيب قيمه الكاف 2. ازاي؟ تعال مثلا ناخد المعادله ديت والمعادله دي، ماشي، اللي هي 1 ناقص 6 كاف 2 بتساوي 1 زائد ايه؟ زائد 4 كاف واحد. لو انت خدت بالك هتلاقي ان الواحد ده راح مع الواحد ده، واتبقى لك ايه؟ بقى لك 4 كاف واحد زائد 6 كاف 2. الكلام ده بيساوي كام؟ صفر. دي كده اول معادله معايا، صح؟ طب انا عايز اجيب المعادله الثانيه. خد اي واحده من الاثنين دول. 1 زائد 21 كاف 2 يساوي 2 ناقص 2 كاف واحد. هبدا الم الكاف واحد مع الكاف 2، يبقى 2 كاف واحد زائد 21 كاف 2 بتساوي كام؟ بتساوي واحد، صح؟ أيوة. واروح احل المعادلتين دول مع بعض. تعرف تحل المعادلتين دول مع بعض؟ فروض. حطهم تحت بعض كده، صح؟ صح. 2 كاف واحد زائد 21 كاف 2 بيساوي. بتعرف تحلها على الكالكوليتر اسرع، صح؟ بتعرف تحلها على الكالكوليتر اللي هي مود 5 2 او مود 5 1؟ مش عارف، مجربتش قبل كده. خلاص تعال نحلها يدوي. اضرب المعادله اللي تحت ديت اضربها في سالب 2، صح؟ تبقى 4 كاف أيوة. 1 زائد 6 كاف 2 بيساوي صفر. هضرب المعادله اللي تحت ديت في سالب 2 فتبقى سالب 4 كاف 1 ناقص 42 كاف 2 بيساوي سالب 2. واجمع المعادلتين دول على بعض هلاقي ان دوت راح مع دوت، واتبقى لك كام؟ سالب 46 كاف 2 بيساوي سالب 2. ومنها ان الكاف 2 بكام؟ بواحد على 23. ماشي؟ لا احنا ايه ده؟ احنا قلنا فضل. موجب 6 38 صح؟ ولا 36؟ صح؟ أيوة. 36 على الاثنين اللي هي بكام؟ ب 18. أيوة. يبقى الكاف 2 ب 18. هروح اعوض في اي معادله اجيب منها مين؟ الكاف واحد. الاقي ان الكاف واحد طلع بكام؟ طلع بسالب 1 على ال 12. تمام؟ لو انا جيت بقى بدل ما انا جبت واحد واثنين من المعادله الاولى والثانيه، المفروض لو انا عوضت بالكاف 2 هنا في المعادله الثالثه بقى، كف واحد واحد يطلع عنده صفر. واحد على 18 وعوضت عن الكاف واحد بواحد على 12، المفروض الطرف اليمين يساوي الطرف الشمال، صح؟ أيوة. لو طب هو طلعوا ان نقطة. الطرف اليمين بيساوي الطرف الشمال يبقى هم فعلا ان هم الاثنين متقاطعين. طب لو طلع الطرف اليمين ما بيساويش الطرف الشمال يبقى هم الاثنين متخالفين، يعني غير متقاطعين. تعال نجرب. ها؟ يا 1 زائد 33 كاف 2 تساوي كام؟ تساوي 4 زائد 2 كاف 1. هطلعنا الكاف 1 والكاف 2 بكام يا شباب؟ الكاف 2 طلعناه بواحد على 18. احسب لي كده. 1 زائد 33 على 18 بتساوي، المفروض اللي هي تساوي يعني 4 زائد 2 على سالب 12. لو انت حسبت ديت هتلاقيها بكام؟ 18 زائد 33 اللي هو 48 لما تطلع 51 على 18. وديت لو انت جيت حسبتها هتلاقي ديت بكام؟ سالب 6، صح؟ يعني ديت كده لو انت قلت 24 على 6 يعني تطلع معاك في الاخر ب 23 على 6. هل ده بيساوي دوت؟ لا. ففي الحاله ديت كده انا اثبتت له الحمد لله ان هما الاثنين غير متقاطعين. يبقى انا ممكن دلوقتي اكتب لك خطوات عشان تبدا تحل المساله دي عشان اثبت ان هما الاثنين متقاطعين او متخالفين. يبقى لاثبات انهم متقاطعين او ايه؟ متخالفين. هعمل ايه يا شباب؟ اول حاجه هجيب نقطه على المستقيم الاول، نقطه على المستقيم الاول، صح؟ أيوة. وهجيب نقطه على المستقيم الثاني، واقول ان النقطه اللي في الاول بتساوي النقطه اللي في الثاني. هيطلع لي 3 معادلات، صح؟ هحل اتنين مع بعض. خلاص هحل اتنين ثلاثة. مع بعض
هيطلع لي الكاف 1 بكام والكاف 2 بكام. بعد ما جبت اه الكاف 1 والكاف 2 هروح اعوض في مين؟ التالتة. هروح اعوض في المعادله الثالثه. لو طلع الطرف الايمن بيساوي الايسر، لو الطرف الايمن ساوى الايسر، يبقى هما الاثنين ايه؟ متقاطعين. اه طب لو طلع الطرف الايمن لا يساوي الطرف الايسر، يبقى هما الاثنين خلفي. سهل الكلام ده. محتاج اه بس ان انت تحل عليه مسألتين اتنين بس لوحدك في البيت، هتلاقي الدنيا دي خلاص بقت بالنسبه لك عبيطه يعني. صح والله. تمام. خش على المسألة اللي بعد منها، ألا وهي فكرة طول العمود الساقط. طول العمود الساقط. دلوقتي لو أنا عندي مستقيم، لو أنا عندي مستقيم كده بالشكل دوت، أروح مثلا أرسمه لك بشكل حلو أهو. لو أنا عندي مستقيم بالشكل دوت كده، ماشي، وعاوز أجيب المستقيم الساقط أو طول العمود الساقط من نقطة عليه. طول العمود الساقط من نقطة عليه. يعني ديت نقطة مثلا اسمها ألف، ودوت المستقيم اللي اسمه لام، اللي هو مثلا كده، ماشي. عاوز أجيب طول العمود الساقط الحتة دي، اللي هو الطول من ألف لحد مثلا ب. عايز أجيب طول الألف ب، اللي هو طول العمود الساقط من ألف لب. طول العمود الساقط، ماشي. طول العمود الساقط من نقطة على مستقيم. من نقطة على مين؟ على مستقيم. الحقيقة هنا اللي أنت عندك أربع طرق تجيب طول العمود الساقط ده. عندك أربع نقط. إيه هما؟ قال لك اول حاجه، الطريقه الاولى، تعالى اما اقول لك اول حاجه الطريقه اللي انا بحب استخدمها على طول. ثانيه واحده. يعني الطريقه اللي انا بحب استخدمها على طول ان هي، ماشي، كاف نجيب الجيم دال ولا تضاف ليه. دي الطريقه اللي انا بحبها قوي بقى يا شباب. ايه هي؟ قال لك يا عم انا اول حاجه هروح افرض ان النقطه ب ديت، النقطه ب ده ايه، تنتمي للمستقيم ده. يعني ايه؟ يعني مثلا تخيل معايا، تخيل معايا ان النقطه ب ديت انا هقول ان هي عباره عن س واحد زائد الكاف في ألف، ده الإحداث السيني بتاعها، وصاد واحد زائد الكاف في ب، ده الإحداث السيني الصادي بتاعها، وقلنا إن هي عين واحد زائد مين؟ الكاف في ج. ماشي. كده أنا جبت إحداثيات نقطة ب. خلي في بالك أنا مش عارف الكاف بكام، أنا عارف السين والألف والصاد والب والعين والجيم، بس مش عارف الكاف بكام. أنا هجيبها بدلالة الكاف، واخد لي بالك؟ واقول والله انا خلاص جبت احداثيات ب، ممكن دلوقتي اروح اجيب اروح اجيب مين؟ اروح اجيب المتجه اللي اسمه الف ب. ركز معايا قوي عشان دي الطريقه اللي انا بحبها، ودي الطريقه اللي انا هحل بيها على طول. هروح اجيب مين؟ تمام. هروح اجيب المتجه اللي اسمه الف ب، اللي هو عباره عن ب ناقص الف، ماشي. صح؟ هقول بما ان الف ب اصلا عمودي على مين؟ على لام، يبقى المفروض لما اجي اضرب الالف ب هضربه ضرب قياسي مع اله، يديني صفر، صح؟ ايوه ومن هنا كده اعرف اجيب الكاف تساوي كام. ولو جبت الكاف تساوي كام، خلاص بقى معايا الالف ب، هجيب معياره، يبقى انا كده جبت طول العمود الساقط من الف على ب. صح كده؟ تاني بقى في مسألة. انا هعيد بس الخطوات تاني. انا عملت ايه يا شباب؟ اول حاجه الراجل بيقول لي، بيكون مديني نقطه الف، وبيكون مديني معادله المستقيم، وبيقول لي عايز طول العمود الساقط من الف على المستقيم ده. انا بفرض ان النقطه اللي تحت الف على طول احداثياتها س واحد زائد كاف الف، صاد واحد زائد كاف ب، عين واحد زائد كاف ج. مين المجهول اللي بيكون معايا الوحيد؟ هو الكاف اللي انا مش عارفه. بروح اجيب المتجه اللي اسمه الف ب متجه، اللي هو ب ناقص الف. وبعد كده بقول ان الف ب المفروض اللي هو هيكون عمودي على اللام، يبقى حاصل ضربهم القياسي
بصفر. لما اعمل كده هلاقي ان الكاف اللي كان مجهول معايا انا جبته، لما اجيبه واعوض بيه يبقى انا جبت مين؟ يبقى انا جبت الالف ب. لو انا جبت المعيار بتاع الالف ب يبقى انا كده جبت الطول بتاع الالف ب. مين مش فاهم؟ اللي مش فاهم يرفع ايده. حل مسألة هندسة. احل لك مثال، حاضر عينيا. ها يلا نحل مثال. تعال نجيب مثال يا عم نحل. قال لك اوجد، او تعال مثلا نجيب مثال من التانية ديت احسن. عايزين طول العمود الساقط الزاوية. لا، عايزين طول العمود الساقط مسافة بين نقطة ومستقيم في الفراغ. ها. قال لك يا حاج فيها لعب شوية، تعال نشوفها كده. فيها لعب شوية، هيراجع معانا على كذا حاجة يعني. بيقول لك أوجد البعد العمودي، ماشي، بين مين ومين؟ من النقطة، من النقطة اللي اسمها 3 وسالب 1 و7، يبقى دي كده النقطة اللي معايا اللي اسمها ألف، صح؟ والمستقيم، بص بقى الحتة ديت هيجننك بقى، المار بالنقطتين دول. ده كده جاب لك فكرتين في فكرة، صح؟ ايه هي الفكرة التانية؟ اللي هو أول حاجة ما ادكش المعادلة بتاعت المستقيم، هو اداك مين؟ نقطتين. اداك نقطتين. ممكن عشان أجيب اله التانية ناقص الأولى. النقطة التانية ناقص النقطة الأولى، ناقص 2 و2 وسالب 1 اللي هي بكام؟ سالب 2 و3 و6، صح كده؟ واحد الصاد واحد. الصاد واحد ليه؟ 5 ناقص 1 يبقى 6 ولا ايه؟ لا، 3 ناقص 2. الصاد ب3 ناقص 2 واتصاب بواحد. ماشي يا شباب؟ كده انا جبت اله. انا يا جدعان في المسائل اللي شبه ديت عشان ما اغلطش، انا بحب ارسم كل مره. ارسم اهو، هرسم دوت المستقيم، وارسم دوت مين؟ العمود بتاعي، صح كده؟ الراجل عايز يسقط من النقطه اللي اسمها 3 وسالب 1 و7 على المستقيم، اللي المعادله بتاعته عباره عن ايه؟ ها، اي نقطه من النقطتين دول، وليكن مثلا 2 و2 وسالب 1 زائد الكاف في مين؟ في متجه الاتجاه اللي انا لسه جايبه ده، صح؟ انا هروح افرض النقطه ده اهي، هفرض النقطه ده اهي، هسميها مثلا، هسمي النقطه ديت مثلا الف، وهسمي مثلا النقطه ديت ب، ماشي؟ هروح اجيب ب ديت بكام؟ ماشي؟ ب ديت هتكون عباره عن 2 زائد الكاف في سالب 2، يعني اللي هي كام؟ 2 ناقص 2 كاف. والصاد بتاعتها الاحداث الصادي 2 زائد كاف، صح؟ والعين بتاعتها سالب 1 زائد 6 كاف. كده انا جبت الاحداثيات بتاعت الالف ب. الخطوه الثانيه كنا بنعمل ايه؟ بروح اجيب الالف ب متجه، صح؟ أيوة. اللي هو ب متجه ناقص الف متجه. تخيل ان انت بتطرح الب من الالف، يبقى 2 ناقص 2 كاف ماينس التلاتة يديك سالب 1 ناقص 2 كاف، صح؟ أيوة. و 2 زائد الكاف ماينس الواحد يديك كام؟ 3 زائد الكاف، صح؟ مم. سالب 1 زائد 6 كاف لما اطرح منها 7 يديك سالب 8 زائد 6 كاف. تمام. هندسة. اتفضل. ما هو النقطة هنا 2 و2 وسالب 1 يا عم، اللي هي تحت دي. ماشي. عادي لو عملناها على طول ناقص ألف. طب انت ايش عرفك ان النقطة ديت هي اللي تحت الف بالظبط؟ طب هو ما احنا هنا لما عملنا ب ناقص ألف ثبتنا مثلا الكاف، انا ثبتنا الكاف ثبتها، فوق الله. انا اللي هروح اجيب الكاف، هروح اجيب الكاف اللي تخلي لي الب تحت الالف بالظبط. تمام.
فاهم ازاي؟ مش احنا قلنا الكاف دي بتمثل لي اوضاع النقط على المستقيم، وكل ما احط الكاف برقم يديني نقطه على المستقيم بس في مكان تاني. اه أيوة. فانا بقى هروح انا بعمل اللعبه ديت كلها عشان اروح اجيب الكاف اللي تخلي لي الب تحت الالف بالظبط. تمام. فهمت ازاي؟ اه يبقى احنا كده الحمد لله جبنا الالف ب. بعد كده المفروض ان انا هضربها في مين؟ هضربها في ه، صح؟ قسم على أيوة. الالف ب يديك كام؟ اضرب يا عم فين صفر. اله، اللي هي سالب 2. لو انت ضربت سالب 2 في سالب 1 المفروض تكون مكتوبه كده بالظبط. سالب 2 مضروبه في سالب 1 ناقص 2 كاف. كده ضربت السين في السين زائد، لو انا ضربت الصاد في الصاد 1 في 3 زائد الكاف، صح؟ واضرب العين في العين اللي هو بكام؟ 6 في سالب 8 زائد الستة كاف. انا بضرب يا جدعان اله مع أيوة. الالف ب. المفروض هما الاثنين متعامدين الناتج يكون بصفر. تعرف تحل لي بقى المعادله ديت؟ معادله في مجهول واحد تبقى 2 زائد 4 كاف زائد 3 زائد كاف ناقص 48 زائد 36 كاف. تعرف تحلها لي؟ اه. 5 كاف و36 يبقى 41 كاف بتساوي كام؟ سالب 48 و2 سالب 46. نلاقيها الناحيه الثانيه. لا، سالب 46 زائد 3 يديك كام؟ 3 و2 5، 5 ناقص منهم 48 يديك كام؟ 46 كلهم كده سالب 46. 43. نقلتها الناحيه الثانيه بقت ب ماشي. 43. يبقى الكاف بكام؟ 43 على 41. كده انا جبت الكاف يا رجاله اللي تخلي لي الب تحت الالف بالظبط. عشان أيوة. اعرف اجيب طول العمود هروح اعمل ايه؟ هروح اعوض بالكاف ديت في الالف ب، صح؟ انا اروح اجيب بقى الالف ب بعد ما انا جبت قيمه الكاف. هروح اشيل كل كاف واحط مكانها مين؟ يبقى سالب 1 ناقص 2، واشيل الكاف واحط مكانها 43 على 41 و 3 زائد الكاف اللي هي 43 على 41. واروح اجيب مين؟ سالب 8 زائد 6 في مين؟ في 43 على 41، صح كده؟ ممكن اشيل صح. الاقواس ديت واخليها عمليه ضرب عاديه جدا اللي هو 2 في، وهنا سالب و6 في، تمام كده. واروح اجيب الالف ب كده بقى على الكالكوليتور. السين بكام والصاد بكام والعين بكام؟ هقول سالب 1 على الاله الحاسبه، يعني سالب 1. انا هحسبها لك انا اهو. سالب 1 ناقص 2 في 43 على 41 يطلع لي ان السين بتاعي بسالب 127 على كام؟ على 41. واروح اجيب الثانيه اللي هو 3 زائد 4 3 على 4 1 يطلع لي 166 على 41. 41. 166 على 41 على 41، ماشي. واروح اجيب الاحساس الثالث اللي هو سالب 8، سالب 8 زائد 6 في 4 3 على ثلاث 4 أربعة 1 41. يديك سالب 2064 على كام؟ على 41. اللي يهمني في الاخر يا شباب اللي انا عايز اجيب طول العمود ده. كلمة طول أيوة. معناها ايه؟ معناها معيار، صح؟ يبقى الجذر أيوة. التربيعي ل 147. حد يحسبها لنا بقى؟ ده اتفضل. سالب 8 زائد 6 في 43 ب70 على 41. 70. 70 على 41. انا اسف، انا عاملها سالب ضرب، 70. معلش. سالب سالب 70. 70. ماشي، سالب 70 انا عاملها ضرب. سالب 70 على 41، ماشي. ف 70 على 41 الكل تربيع، صح كده؟ احسبها لي كده على الآلة الحاسبة. يبقى 127 على 41 الكل تربيع، زائد 166 على 41 الكل تربيع، زائد 100 ولا 70 على 41 الكل تربيع. يطلع لك في الآخر بكام؟ 5 و7. بخمسة. 5 فاصل 3 بوينت 7. 37 وحدة طول. سهلة اللعبة دي يا شباب. سهلة. دي الطريقة اللي أنا بحبها. في كمان 3 طرق، عايزين تسمعوهم ولا كفاية كده؟ كفاية كده. هو تمام، يبقى عارف أنت اللي كده. بتفرض علينا طريقة معينة ولا لا هو براحتنا؟ لا لا، ما بفرضش عليك طريقة معينة. الطريقة الأسهل بالنسبة لك بتشتغل بيها.
طب انا بس هشوف لكم كمان طريقه سهله كده، بحيث ان احنا ايه، بحيث ان احنا نجيبها على طول يعني. اقول لك طريقه سهله بحيث ان انت جيم اللي هي زي طول العمود، هو يكون المسألة البيج دي جيم ولا في مقالي؟ الزاويه الايه. تيجي اختياري ولا مقالي المسألة دي؟ في الاغلب بتيجي مقالي، في الاغلب بتيجي مقالي. المسائل اللي هي الطويله ديت بتجي لك مقالي. تمام. انا ممكن يا شباب، ممكن احللكم بطريقه تانية. تعال نشوف الطريقه ديت كده. ممكن اعمل مثلث كده، المثلث ده يكون قائم. تمام. لو انا سميت ديت نقطه الف، وسميت ديت نقطه ب، وسميت ديت نقطه ج. سميت ديت نقطه الف، وسميت ديت نقطه ب، وسميت ديت نقطه ج. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اول حاجه اجيب الجيم ب. ماشي. ممكن اول حاجه اجيب طول الالف جيم ده. ممكن اجيب الالف جيم متجه. ماشي. او خلينا نقول نجيب اول حاجه الالف جيم متجه. ماشي. وبعد ما اجيب الالف جيم متجه، هروح اضربه، اجيب الزاويه اللي ما بينه وما بين مين، وما بين المتجه اللي اسمه ايه، مش هي ده بيكون هنا كده. ايوه. هروح اجيب اقول له انه جاتا الزاويه اللي ما بينهم اللي هي اسمها سيتا ديت، هي عباره عن مين؟ هي عباره عن الالف جيم او الضرب الاتجاهي للالف جيم مع مين؟ مع اله، على معيار الالف جيم في مين؟ في يعني معيار. تمام. من هنا كده اعرف اجيب السيتا. طب مش الالف ب دوت بيمثل لك طول الالف جيم، طول الالف جيم في جا الزاويه اللي اسمها سيتا؟ اللي انا عايزه اصلا يبقى الالف ب اللي انا عايزه كمعيار هو عباره عن مين؟ معيار الالف جيم في مين؟ في جا الزاويه اللي انا لسه جايبها دي. خد مثال. ماشي. يبقى انا اول حاجه يا شباب اروح اجيب المتجه اللي اسمه الف جيم، واروح اضربه ضرب قياسي مع اله. وبعد ما اضربه ضرب قياسي مع اله، اجيب منه الزاويه اللي اسمها سيتا. وبعد كده اقول ان الالف ب هو عباره عن الالف جيم في مين يا عم الحاج، في جا الزاويه اللي ما بينهم. تعال نشوف الطريقه دي تتحل بقى ازاي. وهي الراجل نفس قال لك نفس النتيجة. نفس 100% يعني. هي نفس النتيجه، الطريقه اللي ترتاح لها حل بيها. انا عن نفسي انا والله ما بفتكرش الا الطريقه اللي انا لسه قايلها لك من شويه دي. الطرق دي كلها ما بفتكرهاش الباقيه دي، وعمرها الحمد لله ما خيشت معايا، كل مره بطلع نفس النواتج بنفس الارقام بنفس كل حاجه. تمام. النهارده ناخد مساله كده، بيقول لك انا عاوز بعد النقطه، بعد النقطه. فده ما قال لك بعد النقطه اعرف ان هو البعد الحقيقي. ما اللي هو ما قالكش البعد العمودي، اعرف ان احنا كده كده بنشتغل على البعد العمودي وما بنشتغلش على اي بعد تاني. ماشي. بعد النقطة اللي هي اسمها ألف، اللي هي عبارة عن 2 و2 جذر 5 و3، عن المستقيم اللي اسمه إيه؟ عن المستقيم اللي اسمه ر، عبارة عن -2 و3 جذر 5 و1 زائد الكف مين؟ 8 وسالب جذر 5 و2. حلو كده؟ أنا أول حاجة يا شباب أنا بحب أرسم جدا. الفترة الجاية دي بقى أحبك ترسم أنت كمان في الكام درس الجايين دمت. أنا عندي هنا نقطة ألف، المفروض إن أنا هوصلها هنا كده بنقطة ج، المفروض دي كده تكون اسمها ب. ماشي. في تمام. الطريقه بتاعتنا يا شباب، في الطريقه بتاعتنا انا بعتبر ان ب ديت هي النقطه اللي بيكون مديها لي في المستقيم. ماشي. في
في العلاقه ديت يا شباب انا بعتمد ان الب هو النقطه اللي هو مديها لي اصلا في المستقيم. ماشي. حلو. حلو. أيوه. مم. بعتبر ان الب يا جدعان هي النقطه اللي معايا في المستقيم، صح كده؟ قلنا اول خطوه نروح نجيب الالف ب، اللي هو الب الف مستقيم، يعني اللي هو عباره عن ايه؟ الف ناقص الب، صح؟ الالف بكام؟ ب2 و2 جذر 5 و3 ناقص الب بكام؟ اللي هي النقطه اللي هي معايا على المستقيم، صح كده؟ فده اللي هي طلعت معايا 4 وسالب جذر 5 و2، صح كده؟ صح. بعد ما انا جبت الب الف هروح اضربه ضرب قياسي مع اله. ب الف هضربه ضرب قياسي مع اله. اله اصلا بكام؟ هيبقى 4 وسالب جذر 5 و2 ضرب قياسي مع مين؟ مع اله اللي هو 8 وسالب جذر 5 و2، صح كده؟ اضرب كده 4 في 8 ب 32 سالب في سالب بموجب جذر في جذر ب5 2 في 2 ب4 يطلع لك بكام؟ 9 و32 41، صح؟ بعد ما طلعت الضرب القياسي ب 41 اروح اجيب مين؟ الزاويه اللي هي جاتا سيتا، اللي هي هتكون 41 على معيار الاول في معيار الثاني، صح؟ اللي هو 16 زائد 5 زائد 4 في معيار الثاني اللي هو كام؟ 64 زائد 5 زائد 4، صح كده؟ واشوف الزاويه ديت هتطلع لي بكام. اهو هقول شيفت جاتا، شيفت جاتا كام؟ 41 على جذر 16 زائد 5 زائد 4 مضروبه في جذر مين بقى؟ 64 زائد 5 زائد 4. حلو كده؟ الاقي ان الزاويه طلعت معايا، الزاويه ذات نفسها بقى طلعت معايا بكام؟ ب 16 31. ماشي. طب احنا قلنا ان الالف ج اللي هو الطول العمودي اللي احنا عايزينه عباره عن مين؟ عباره عن الالف ب في جا سيتا، صح؟ الالف ج هو عباره عن الالف ب في جا سيتا، وهي لسه على الكالكوليتور، هجيب ساين الزاويه اللي لسه طالعه لي، ساين انصر. ماشي. فده طلعت معايا ب 0.28. الالف ب ديت اللي هي المعيار بتاع الالف ب، تعرف تجيب لي المعيار بتاع الف ب؟ اللي هو عباره عن جذر 16 زائد 5 زائد 4 مضروب في كام؟ مضروب في علامه صفر علامه 28. ماشي. لو انت ضربت دوت في دوت، لو انت قلت ضرب جذر 16 زائد 5 زائد 4 يطلع لك كام؟ يطلع لك ان طول العمود 1.4 وحده طول. انا شايف ان ديت اقل في الخطوات، وشايف ان ديت ممكن تكون مناسبه مع ناس كتير. حليت بدي حليت بدي، اللي يهمني الناتج في الاخر يطلع صح. تمام. يبقى ديت يا جدعان اقل في الخطوات. التانية احسن في الفهم، ديت اقل في الخطوات، والاتنين بيطلعوا نفس الناتج المناسب ليك خده. تمام. حد عايز نشرح الطريقه ديت تاني؟ انا شايف يا جدعان ان ديت على وقت الامتحان ديت تبقى احسن، على وقت الامتحان ديت تبقى احسن. مم. تمام يا هندسة. ماشي يا شباب.